بطلين بربع مي بارد، بطلين بربع مي بارد، بطلين بربع مي بارد. ده السيناريو اللي بنسمعه كل يوم لما نمشي وين؟ لما نمشي الولايه ونحاول نتسوق في بوابه السطويريج. انا ما عارف بديت الفيديو بكده ليش، لكن بصراحه الحاجه دي عجباني جدا وحبيت اشاركها معاكم في الفيديو ده. الليله حاوريكم كيف قدر العراقيين يعزلوا نفسهم عن العالم، وكيف قدر العراقيين يخترعوا لغه خاصه بهم. حرفيا الناس دي ممكن يتكلموا بلغه الاشاره مع بعض ويفهموا بعض. الليله حتفهموا الحاجه دي كويس معي من خلال الفيديو القصير ده. فخلينا قبل ما نبدا تعمل لايك الظريف وكومنتك الرايق وشاركوا مع واحد من اصحابك بيهم يشوف الفيديو وخلونا نستمتع. طيب انا حابب اوريكم قدر شو مين الناس ديل بيفهموا على بعض. فبتلاقي عراقي مع عراقي بيقول له ما بلا زحمه عليك ناولني الشسمه وبديه الشسمه. الشسمة ده حتى الآن نحن بنحاول نكتشف ونحل المعضلة الفيزيائية دي، ما عارفين شنو الشسمة. المهم بقول لنا ويلني الشسمة وبديه الشسمة بالضبط اللي هو دايره. فده بالنسبة لي واحدة من عوامل العزل اللغوي الموجودة في البلد دي.